حالة من التعاطف العالمي عشان دي آخر بطولة كأس عالم ميسي هيلعبها. الفريق اللي وصل لنهائي كأس العالم 5 مرات. الأرجنتين صاحبة التاريخ الكبير قوي من أول سنة 1930 لما وصلت للنهائي كانت بتلاعب الأورجواي، والأورجواي ساعتها كانت صاحبة الأرض وقدرت إنها تكسب الأرجنتين 4-2. وبعد 38 سنة ترجع تاني الأرجنتين، بس المرة دي على أرضها وقدام جماهيرها بقيادة ماريو كامبس، يقدروا يكسبوا كأس العالم الأول في تاريخهم سنة 78. وبعد 8 سنين يوصلوا لكأس العالم في المكسيك، ويكون ده أشهر كأس عالم للأرجنتين. كان مشهور بأنه هو كأس عالم مارادونا، بس مارادونا كان بيعمل كل حاجة، بإيده ماشي، برجله ماشي، بيرقص 10-15 ويجيب جون، برضه ماشي، بيعمل كل حاجة للأرجنتين لحد ما الأرجنتين تكسب البطولة سنة 1986. وبعد كده تصيب لعنة النهائيات الأرجنتين. بعدها ب4 سنين سنة 1990 في إيطاليا يخسروا تاني نهائي ليهم، والمرة دي كان قدام ألمانيا وخسروا 1-0. وبعدها بقى ب24 سنة يوصلوا تاني للنهائي وبرضه مع ألمانيا، الكلام ده في 2014، ويخسروا تاني ب1-0 في النهائي قدام ألمانيا. الأرجنتين عندها رقم قياسي حلو جدا، ان الفريق ده من اكتر الفرق اللي وصلت لنص النهائي وما خسرتش فيه ولا مرة. وليه بقى الأرجنتين هتكسب كأس العالم؟ أولا في حالة من التعاطف شديدة جدا مع ميسي، وان هو هياخد البطولة دي عشان تكلل مجهوده ونجاحاته اللي عملها في الكورة. تقريبا ميسي عمل كل حاجة في الكورة ما عدا ان هو بس ياخد كأس العالم، عشان كده كل الناس وكل المحبين للأرجنتين بيدعموه، واللي كمان مش بيشجع الأرجنتين عايز دلوقتي يشوف الأرجنتين. بس انا عايز اقولك على حاجة، ان ميزة الأرجنتين دلوقتي غير سنة 2014. يعني سنة 2014 كنت تحس ان الأرجنتين في فجوة بين الدفاع وبين الهجوم، وحراسة المرمى بتاعتها ما كانتش احسن حاجة. لكن دلوقتي وبالتحديد بعد سكالوني لما مسك المنتخب سنة 2018 اتغير كتير جدا. هتقول لي حصل خيبات في الاول في كوبا امريكا اول ما مسك قدام الاكوادور والبرازيل والكلام ده، بس بعد مباراة البرازيل وبدأت لحد دلوقتي 35 مباراة لمنتخب الأرجنتين مكسب على التوالي لحد كأس العالم 2022، وده مؤشر كويس جدا لميسي ورفاقه. وما تنساش برضو ان انت عندك ناس في نص الملعب زي ديبول، وديبول الاول بس واحد من المتيمين او من عشاق ليونيل ميسي. يعني لما تجيب سيرة ميسي او تفكر ان انت تكلم ميسي في الملعب تلاقي الجارد بتاعه ديبول جاي على طول. ديبول لاعب خط وسط ممتاز جدا، بيقدر يجمع الكورة من ورا لقدام، وازاي ان هو يقدر يعمل الاستحواذ في نص الملعب ويمسكك الكورة بشكل كويس. ان ما كانش فيه ثقة في القايمة بتاعت 2014 و2018، وكان منتخب الأرجنتين ده منتخب مهلهل جدا، أي حد من الآخر بيخش كده يخبطه على دماغه ويكسبه ويمشي، إلى أن استعاد الثقة بوجود سكالوني. لكن دلوقتي معاه تيم كويس، معاه سكواد كويس، عشان كده مرشح جدا ان الارجنتين تاخد كأس العالم. خلونا نشوف ايه اللي هيحصل، رغم انها في مجموعة المفروض انها مش اسهل حاجة، ومجموعة منتخباتها برضو قوية زي المكسيك وبولندا والمنتخب السعودي الوطني. ايوه وطني عشان انت عربي. وهي دي حلقة النهاردة يا دكاترة الكورة، فما تنساش ان انت تنزل حالا دلوقتي تشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش في القناة، وتدينا اللايك المتين، واشوفك في حلقة جديدة. وما تنساش تصلي على النبي، والسلام يا صاحبي.